اهلا بيكم يوم جديد وحلقه جديده من كل بلد اكله. برحب بكل المشاهدين تابعونا النهارده معاكم لمده ساعه على الهواء، وزي ما تعودنا كل يوم خميس ضيف جديد او ضيفه جديده منورانا في الاستوديو. وطبعا بنرحب بكل الناس اللي عندها هوايه الطبخ وعندها حاجات بتتميز بيها، طبعا بنرحب بيها وبنحاول ان احنا نقدم لها حاجه تفيدها وتفيد كل المشاهدين طبعا في كل بلد اكله. طبعا في انتظار كل اسئلتكم واستفساراتكم وعلى ارقام تظهر معانا حالا على الشاشه. منورانا النهارده ضيفتنا اميره فؤاد. اميره ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبتي. تمام منورانا. ده نورك. قولي لي بقى هتعملي لنا النهارده منيو ايه؟ ان شاء الله هنعمل طبق فراخ مكسيكي، وهنعمل خرشوف محشي باللحمه المفرومه والبسله، وهنعمل قراقيش شيبسي عشان المدارس بقى والاطفال طبعا، وهنعمل كيكه البسبوسه. اوكي. وعندنا طبق سلطه برضو مميز يعني. خلاص كلها اطباق سهله وخفيفه خفيفة. لست البيت. لو طبعا احنا عارفين ان الاوقات بتكون ضيقه جدا جدا في المدارس، وبيكون بقى ما بين المذاكره وما بين الدراسه وما بين لو في كمان شغل وشغل البيت، بيكون الموضوع صعب جدا. وده كمان هيكون حلقاتنا اللي جايه ان شاء الله تكون كلها حاجات سريعه وخفيفه. اميره نبتدي اول طبق بايه؟ اللي هو الفراخ المكسيكي. طيب هنولع العين دي بس نحط الفراخ كده. تمام. قولي لنا مقادير الطيب كمان يا اميره. هي كيلو صدور مقطعه، فلفل الوان، طماطم، علبه قشطه، ثوم، صلصه، بصل، جبنه موتزاريلا. اوكي. المقادير هتنزل معانا حالا على الشاشه. وتاني عندنا كيلو من الفراخ متقطعه سلايز، وسلايزات عندنا من البصل، وعندنا ثوم وفلفل الوان وطماطم، وعندنا معلقتين تقريبا من الصلصه، معلقتين صلصه، وعلبه قشطه وموتزاريلا وطماطمايه متقطعه مكعبات. اوكي. ملح وفلفل وبهارات فراخ. مقادير طبعا معانا اهي على الهوا. هننزل بالفراخ كده. اوكي. شوحي الفراخ الاول. هنديها تشويحه كده زي صدمه عشان تاخد سوا معانا شويه. اوكي. هنا هنجهز بقى الطبق بتاعها التاني عشان الوقت. ولعني في النار. ايوه. هنحط شويه زيت. ولما يسخن هننزل بشرايح البصل. انهي اعلى بس العين دي ولا دي؟ طيب ثانيه، انت عايزه الاعلى بقى خالص؟ الفراخ على الاعلى. ايوه بس كده. خلي دي هنا كده اول ما الزيت يسخن هننزل بشرايح البصل. الاكله دي على فكره جميله جدا، ومش هنقول بقى زي كل مره الاطفال بس اللي بتحبها، لا الكبار كمان هيحبوها ويعجبوا بيها. الجوسي واللي فيها موتزاريلا وصوص كده زي الكريمه بتبقى محببه جدا. جميله جدا بالظبط. تمام. بيبقى اميره حطت الفراخ على النار علشان تتشوح، وبعد كده بتشوح البصل في طاسه ثانيه. احنا عشان نخلصهم مع بعض يعني. تمام. يبقى المقادير مره ثانيه. عندنا شرايح من البصل، عندنا كيلو من صدور الفراخ، طبعا اللي حابب يقلل يضاعف براحتكم خالص، معلقتين من صوص الطماطم، وعندنا ثوم وعلبه قشطه وطماطم مكعبات، وعندنا فلفل الوان، موتزاريلا، فلفل اسمر، بهارات فراخ. الطبق ده من الاطباق اللي تاخد كمان معاه اي نوع خضروات، اي حاجه ممكن تدخلها عليه. وممكن كمان يعني بتتقدم كمان لو هتتاكل جنب مكرونه، رز، ممكن سندوتشات، يعني زي ما يفضلوها يعني. فعلا ممكن فعلا مكرونه او رز او سندوتشات. وممكن برضو الطبق ده، يعني الناس اللي بتحب دايما تجهز اطباق تكون جاهزه عندها لاي وقت في الفريزر. فاعتقد ان اميره في الاخر هتحطها في صينيه. الصينيه دي ممكن تتحط في الفريزر وتخرج نحتفظ بيها عادي. وممكن نخلي الموتزاريلا لما نيجي ندخل الفرن نحطها، يعني نبقى مجهزينه في الفريزر عادي ونحط الموتزاريلا عند التسويه. البصل ابتدى يتشوح معايا اهو. فكره برضو سهله وسريعه جميله. ولو مش هنشيلها في الفريزر يعني هي مش تاخد معاكم كمان وقت. لا هي مش هتاخد وقت. وبعدين الحاجات دي كلها قيمه غذائيه، الفلفل الالوان والحاجات دي اكيد طبعا. فيتامين سي وفيتامين اي، وكل الاطفال محتاجه الحاجات دي في الوقت. الحاجات دي فعلا. تمام. احنا كده بنشوح البصل. يعني هنديله دقيقتين كده. واعتقد الناس لو مش حابه، يعني اللي ما بيحبش البصل يكون ظاهر قوي، ممكن يكون متقطع اصغر. براحتكم لو عايزين تقطعوه اصغر. الحقيقه وهو سلايزات كده بيكون اطعم وبيخلي الشكل كمان حلو. تمام. احنا كده بنشوح الفراخ وبنشوح البصل. قولي لي يا اميره، انت ايه اللي حببك اصلا في المطبخ؟ يعني دخلتي المطبخ ده يعني على سن كبير ولا سن صغير؟ لا والله انا
يعني ابتديت بعد الجواز. قبل الجواز كنت زي اغلب الناس يعني يا جماعه. يعني قبل الجواز كان والدتي الله يرحمها الف رحمه عليها، كانت مدلعاني شويه عشان وحيده على صبيان يعني. فجت بقى بعد كده هي كانت شاطره شطاره فظيعه يعني، شيف، تعتبر شيف، واللي ياكل منها اكله ما ينساهاش خالص. فبدات بقى تعلمني بقى على الجواز يعني، وبقيت اخد منها دروس بقى في اول الجواز. بس كويس ان انت كان عندك يعني هو انا كان عندي ان انت تتعلمي، يعني في ناس ما بتبقاش عندها. لا هو انا كان عندي لدرجه ان هي وانا عروسه كنت لسه بقى بسالها كل يوم على اكله وكده. فجالي عزومه فقلت لها انا هطلع الطلعه دي، راحت قالت لي اوعي انت لسه عروسه انا هاجي اعمل معاكي وكده. قلت لها لا سيبيني وشوف، طب هاجي بالليل ومش هوري دي. قلت لها لا انت معزومه زي الضيوف وتشوفي اللي هعمله يا بنتي بلاش. فالحمد لله جت ما صدقتش، وكل شويه بقى تقول لجوزي نفسي حد يقرصني ان اميره اللي عامله السفره دي. بعدها بقى خلاص بقى اكيد طبعا بتكون فرحه طبعا كبيره. أيوة. للام طبعا. بعدها ازيك مدام ناديه؟ الو يا بسوم، ازيك يا ست الكل؟ ازيك يا قمر؟ عامله ايه؟ وحشاني يا سكر. انت اكتر. ايه الحلاوه دي والالوان؟ ربنا يخليك، عيونك اللي جميله والله. ده انت اللي جميله و10 على 10 في كل حاجه. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. معجنات جميله، اكلات جميله، صواني، كل حاجه. حتى ضيوف الجمال. ربنا يخليك يا حبيبتي. اهلا وسهلا بالضيفه الجميله دي، وما شاء الله. ميرسي يا حبيبتي، اهلا بيكي يا ست الكل. الله يخليكي يا حبيبتي، اتمنى لك كده حلقه سعيده معاك. ربنا يخليكي. ميرسي يا حبيبتي، تسلم ايديها والله. ميرسي يا حبيبتي. ازيك يا بسومه وعامله ايه؟ وماما عامله ايه؟ تمام يا حبيبتي الحمد لله. كله عندك بخير الحمد لله. بخير زي الفل الحمد لله. كل سنه وانت طيبه بمناسبه المدارس بقى. ها وانت طيبه بالنجاح ان شاء الله يا رب. امين دعواتكم. الله يخليكي. سلام لكل الخط اللي عندك. تسلمي يا ست الكل. والاعداد والكاميرات وكل حبايبنا اللي عندك. تسلمي، بشكرك جدا. ميرسي ذوقك. بشكرك يا مدام ناديه. يا بسومه مع الف سلامه. ميرسي يا ست الكل. طبعا انا فاكره مدام روحيه عشان ما تزعلش مني، اكيد بتتابعنا دلوقتي. الاسبوع اللي فات عايزه وصفه المنين ان شاء الله اقولها لها. انا هنا يا بسمه حطيت الملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ. بهارات فراخ. هنا خلاص حطيت مع البصل ثوم، وهنزل بالفلفل. كل المكونات بقى مع بعض ولا لا؟ هندي كل حاجه كده دقيقتين. اوكي. قولي لي بقى العزومه اللي انت كنت عاملاها وبتحكي عليها دي كنت عامله فيها ايه؟ انا طبعا يعني لدرجه ماما انا يعني عشان اميره وكده بقت تقول لي انا بقيت خايفه زي فيلم رشدي اباظه لما لقوا قلم في الاكل. كنت عامله بصي ودخلت جامده بقى. كان عندي ديك رومي، وانا طبعا عروسه مش هقدر اكله انا وهو، فقلت له خلاص احنا نعزم عليه حد عشان احنا مش هنقدر ناكله لوحدنا يعني. فعملت ديك رومي، بس طبعا ما كنتش لسه متعلمه بقى طبعا دلوقتي بحشي بقى والكلام ده. فعملته وزوقته، وكان بشاميل ومحاشي، فما كانتش تقيله يعني خالص. من بعدها بقى جات لي انطلاقه يعني اخش بقى شيف الجديد، وعلى تعليم والدتي الله يرحمها وتعليم الشيفات اللي زي حضرتك الشيفات الكبار. طب ناخد اتصال معانا شيف ياسر. ازيك؟ السلام عليكم يا ست فاطمه. وعليكم السلام. انتوا دايما منورين الدنيا والله. الله يخليك. الله عليهم. تسلم يا رب. من البرامج اللي بفضلها، من البرامج اللي بحبها بجد، من البرامج الناجحه اللي بحب اتابعها. تسلم بمتابعتك والله، ربنا يكرمك يا رب. لا وليك جمهور كبير في السعوديه ما شاء الله بيتابعك وبيستناك في الايام بتاعتك يعني. الله يخليك فوق دماغي، ربنا يخليك. لا انا بحييك بجد، وبحيي الاخت اميره يا رب يوفقها. ميرسي يا شيف ياسر. ما شاء الله هي شاطره في المطبخ يعني. ميرسي يا شيف ياسر، ربنا يخلي حضرتك اخ غالي لينا كلنا. لا بالتوفيق يا رب، وحلقه مميزه، وبالتوفيق يا شيف بسمة على اختيارك الضيوف المميزين. وانت اصلا ما شاء الله، وانت اصلا ما شاء الله عليك مميزه في شغلك وفي طبعا في البرنامج بتاعك. ربنا يخليك. ربنا جدا يا رب. بالتوفيق لك ان شاء الله. بشكرك شيف ياسر، ميرسي جدا طبعا لاتصالك ومتابعتك. ميرسي يا شيف ياسر. كده احنا كده خلاص ده كده اوكي. ماشي. احنا كده هننزل بقى بالفراخ. اوكي. على نفس انهي يبان اكتر في الكاميرا هنا. اوكي كده. بس دي مش شغاله، عايزه اشغلك دي؟ لا عادي، عشان انا هدخل على الفرن بقى. طيب اميره بعد ما شوحت الفراخ وشوحت البصل مع الفلفل وقطع طماطم، على فكره اعتقد يا اميره ان الوصفه دي كمان تنفع للناس اللي عندها بواقي من قطع الدجاج وبايته وناشفه. طبق زي ده والمكونات دي هتخليها زي دوت يعني. ساعات بنعمل حركات كده في الاولاد حلوه قوي يعني، يتمردوا على الاكل او يفيد منهم اكل، ويجي تاني يوم يقولوا مش هناكله.
فاحنا لا ما نغلبش معاهم، احنا بنجيب الحاجات دي كده ونزود موتزاريلا وفلفل ونعمل لها اعاده تدوير تاني ولادك عارفين الحاجات دي وهما بيسمعوكي ولا ده كده اتفقست كده كده مش هياكلوا تاني؟ كده اتفقست. لا بيعجبوا بالحاجه، وبعد كده بقى صريحهم يعني. هننزل كويس. بقى بالصلصه كده. اوكي. خلاص احنا بس نتاكد ان كله يجانس مع بعضه كده. تمام. هننزل بالقشطه. طبعا القشطه ديت موجوده جاهزه مش جاهزه، اللي بتاعت وش اللبن اللي بنحوشها عندنا عادي. وممكن اللي حابب يحط كريمه، ممكن اللي حابب يحط ممكن كوبايه لبن مع معلقه دقيق يحط ممكن. بالظبط. تمام. يحط شويه لبن معلقه دقيق عليهم كده. تمام كله يتجانس مع بعضه. اوكي. نحط الشوربه بتاعت الخرشوف كده على بال ما نصب ده. تمام. كده هنجيب الصينيه بتاعتنا. مدام اماني ازيك؟ مساء الخير. مساء الفل. ازيك يا مدام بسمة؟ ازيك، اخبارك ايه؟ سلمي لي على الشيف اميره، ممكن اكلمها؟ طبعا اتفضلي. ازيك يا روما؟ مدام اماني. اهلا. ازيك يا روحي؟ ازيك يا اماني عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي. منوره التلفزيون كله. ده نورك ونور شيفتنا ربنا الجميله. يخليكي. ما نتكلمش. ميرسي يا امان. وانت عامله ايه؟ الحمد حاجه لله. اساعدك؟ اعمل معاكي حاجه لو انت عايزه اي خدمه. تيجي تنورينا طبعا. نور يا نوني. ميرسي يا وبعدين حبيبتي. ده انت الغاليه يعني، ربنا يوفقك يا رب يا اميره. ربنا يخليك يا يوفقك. حبيبتي. ميرسي لذوقك يا امين. الاكله دي فوت عليا النهارده، خلي بالك. حاضر عينيا، هاجي اعملها لك مخصوص. اوكي. هاجي اعملها لك مخصوص لو ما عينيا. جاتلكيش قولي لنا بقى. لا هفتن على طول. وبعدين ده حمات ابني، ما ينفعش كده يعني. لا عينيا. لا ربنا يديم المحبه يا رب. يا رب يا رب. نشكرك مدام اماني ونورتينا باتصالك ومتابعتك طبعا. منك يا مدام بسمة. بشكرك جدا. كده احنا هنحط الموتزاريلا. على فكره انا حطيت تحت على الخضار بقى كله مع بعضه برده رشه. ثاني بقى يا اميره، احنا هنعيد من الاول تاني اوكي عشان الناس ما تتلخبطش معانا. اوكي. شوحتي الفراخ، ايوه. وبعدين شوحتي البصل، شرايح البصل مع شرايح الفلفل لما البصل دبل. نزلنا بعد البصل بالثوم، تمام. وبعد الثوم فلفل الوان، وبعد ما دبل نزلنا بمكعبات الطماطم، وبعد كده نزلنا بقى بالفراخ اللي احنا شوحناها، وبعدين الصلصه والقشطه، تمام. ورشينا شويه ملح وفلفل اسود ومعلقه بهارات فراخ. بابريكا. وبهارات فراخ، ورصينا الصينيه بالشكل ده كده. تمام. والموتزاريلا على الوش. وبعدين هتدخل الفرن. اوكي. تقريبا قد ايه في الفرن يا اميره؟ هي مش هتاخد حاجه، كله شبه مستوي، ربع ساعه بالظبط. كده هتكون تمام. طيب اوكي. طيب احنا كده هنشتغل في الطبق الثاني اللي هو خرشوف. طيب ناخد مدام اميره وبعدين نكمل بقيه طبقنا. مدام اميره ازيك؟ الو مساء الخير. مساء الفل. اميره عبد العظيم يا بسمة، ازيك؟ يا مرمر عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. منوره. اخبارك الدنيا ايه؟ ازيك؟ تمام يا حبيبه قلبي. دايما يا رب، ودايما متابعانا كده ومتفرجه علينا. اميره طبعا نورتنا يا جماعه في رمضان، وكانت عامله لنا اطباق من بلاد مختلفه، كانت حلوه جدا. حبيبتي يا بسمة، بتعلم منك والله. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي. يا رب دايما منورانا. والنهارده بقول لاميره ما شاء الله عليكي زي القمر دايما يا حبيبي، وانا سعيده ان يعني ميرسي يا حبيبتي. قدرت ان انا اوصل لك، عشان بتصل من اول الحلقه. الحقيقه ما شاء الله البرنامج عليه متابعين كتير طبعا، عشان خاطر نور بسمة ونورك. شرف لينا يا اميره والله، شرف لينا حبيبتي. ربنا يخليك وتسلم ايدك يا رب كده. وعقبال يا رب بقى كده ايه ما نشوف في برنامج خاص معانا مدام اميره كده منورانا ونتعلم منها كلنا. انا لسه عارفه مية. اهلا وسهلا. ازيك يا مرمر؟ الحمد لله يا حبيبي. الحمد لله. بشكرك يا اميره جدا طبعا لمتابعتك، وطبعا يعني كل الضيوف اللي بيجي لنا طبعا بينورونا واضافه، وبيحاولوا ان هم يطلعوا الحاجات يعني المميزه بتاعتهم، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نفيد بيها الناس. طيب قبل ما نبتدي في الطبق الثاني هنطلع لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل بقيه وصفاتنا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وهنكمل مع بعض بقيه اطباقنا. الطبق التاني قولي لي ايه يا اميره؟ الطبق التاني خرشوف هنحشيه لحمه مفرومه ببسله. طبعا الخرشوف اول حاجه احنا هو طبعا ده اكياس مجمده، فهو يعتبر اوريدي شبه نص سلقه يعني. تمام. بس احنا هنديله 3 دقايق. انا بحب اعمله في مرقه عشان تدي طعم اقوى. عشان تدي طعم اقوى.
الخرشوف اللي يا جماعه من الحاجات اللي فيها حديد، وقد ايه مغذيه وقد ايه سعراتها يعني قليله جدا جدا جدا. روعة. حلوه جدا للرجيم وحلوه قوي كمان للاطفال وكبار السن. هو الخرشوف ده يعتبر صيدليه متنقله، يعني جميع الفيتامينات فيه ومريح للمعده والقولون، واخر حاجه قالت ان هو ربنا يعافينا يعني بيقي من امراض السرطان. أيوة. بس انا عايزه انبه يعني اللي بيشتروه لان في منه شرايح ومتقطع، ان هم يلاقوا على الكيس ان هو المنظر ده كده اللي هو عشان هيتحشي. احنا كده هنحطه، وهنا بنسخن زيت هننزل البصل فيه. طيب قولي لنا المقادير الاول يا اميره، وهننزل بالمقادير بتاع طبق الخرشوف معانا دلوقتي على الشاشه. هم دول كده كيسين خرشوف مجمد. اوكي. معانا نص مفروم متشوح معصج، ومعانا بسله انا مديها تشويحه خفيفه كده على اساس ان احنا ده هنديله يعني نص سلقه، وهندي دي عشان يبقى كله يستوي مع بعضه. وهنعمل الصلصه بتاعتها هنا بصل. يعني احنا عندنا عصير طماطم، عصير طماطم، بصل، عصاج، بصل، ثوم، بسله، خرشوف. تمام. من المقادير معانا اهي كمان على الهوا. الخرشوف اميره بتسلقه مده 3 دقائق في مرق الدجاج. وعندنا صوص طماطم عباره عن حوالي كوبايتين مثلا من عصير الطماطم. كوبايتين. اوكي. وفي معانا بصلايه بتتبل على النار، في بسله، في ثوم، في لحمه مفرومه متعصجه. ايوه بالظبط. ومعانا انا دايما بحب لما استعمل المرقه في سليق خضار او شوربه خضار او حاجه، دايما بحب احط لها قرفه خشب لان هي بتطعمها زياده في تمام. كده البصل معانا. اوكي. هننزل معاه بالثوم. ودي يا اميره اول حاجه علمتيها وانت داخله المطبخ؟ يعني اول حاجه قلت لها يا ماما انا عايزه اتعلم طبق كذا. ما بلاش. ليه؟ لاني اول طبخه جت كده على سهوه واحتست فيها. عملتيها من نفسك؟ لا انا كانت ماما الله يرحمها بقى كنت ماشياها في الاول بقى ايه مكرونه وفراخ كفته يعني حاجات كده نواشف كلها. فجي طبعا زوجي يعني قال لي طب انا نفسي اكل كوسه بخضار يعني. طب دي بسيطه خالص. ما كنتش بقى لسه. بصي هو سبحان الله هي الواحده لما بتكون مش شاطره في الاول بتبقى عايزه تثبت وجودها باي وضع. يعني انا بعدها بقى حصل لي انطلاقه بقى معجنات. بصي هو بتبقى عايزه تثبت وجودها بس لو عندها استعداد. في ناس ما بتحبش المطبخ خالص. هي لازم يكون في استعداد وحبه كده. طب والكوسه طلعت كوسه بخضار وهي طلعت بقى اضطريت طبعا استعين يعني كانت ماما بقى الله يرحمها مش جنبي. ف يعني ايه افتكرت ان ليا واحده صاحبتي بقى عروسه جنبي قلت لها الحقيني طالب كوسه وانا ما عملتش بصلصه قبل كده. فقالت لي بقى وجه من بره عشان الريحه قال لي يا مامتك جت. قلت له لا. طب كويس يعني الطبق طلع حلو. طلع روعه بقى. طب دي حاجه عظيمه جدا. خلاص بقى. لا هو يعني في الاول كده يعني اي واحده بتبقى محتاجه ان هي تسال هنا وتسال هنا وتعرف. هنا حطينا ملح وفلفل اسمر ورشه بابريكا. طيب هنقول تاني ان احنا دبلنا بصلايه ونزلنا بحوالي كوبايتين من عصير الطماطم عليها. انت حطيتي توم؟ حطيت توم. اوكي. البصل وملح وفلفل وبابريكا. بالظبط. انا طبعا الصلصه دي هزودها كوبايه بعد سليق من المرقه. من المرقه هحط على الصلصه علشان تبقى خفيفه اكتر. بالظبط. اوكي. الخرشوف قرب معانا. تمام. والجبنه ساحت اهي في الفرن. انت بتخليها تسيح بس ولا جراتان؟ احنا عايزينها بعد ما هي احمرت. لا لسه انت عايزه تدي وش جراتان. احنا عايزينها بعد ما تسيح ندي وش من فوق بس. طيب اوكي. الخرشوف بيتسلق معانا في مرقه. اهو دي هنزودها بقى مرقه. اوكي. طبعا انا عندي البسله هنا هي هنحطها على اللحمه اهي كده عشان يبقى الحشو بتاعنا جاهز. لحمه كده تمام. ممكن معلقه عاديه او شوكه هنا. طيب احنا عندنا هنا بسله ولحمه مفرومه معصجه عادي جدا. انا دايما بقول لكم الحقيقه وانا بحب يعني اعمل كده مقدار اللحمه زي مقدار البصل واحنا بنعصج اللحمه بتديها طعم مختلف تماما. يعني البصل يكون كتيره في لحمه مفرومه بتديها طعم حلو جدا. طعم جميل بالظبط. بتكتر معاكم الكميه على فكره يعني. وفي نفس الوقت ما بقاش باكل الطبق فيه بروتين بس، لا داخل فيه كمان حاجه مفيده زي البصل. طيب احنا هنا كده البسله. وانا بطلع الخرشوف اهو. اوكي.
بسله واللحمه المفرومه. ممكن اللي حابب يعملها بلحمه مفرومه بس. ممكن على فكره لو حد حابب مثلا يضيف معاها جزر اي حاجه، دي على حسب بقى قطع فلفل. عايزه تضيفي جزر، عايزه تعمليها من غير بسله خالص، براحتكم. المهم ده يعني الخرشوف بالذات بيبقى فيه قيمه غذائيه عاليه جدا جدا جدا. تمام، احنا كده سلقنا الخرشوف. فبالتالي بياخد طعم احلى ما بيتسلق في المرقه نفسها، بياخد طعم اقوى من الميه العاديه. انا كده هنحشي على طول. ممكن ترصي هنا الخرشوف الاول وبعدين طبعا احنا هنا بنحشيه على الاخر، لان طبعا ما فيش حاجه هتزيد معانا ولا حاجه. اهو حاجه حتى لو هي حاجه وقعت عادي مفيش مشكله خالص. حتى اللي هيقع في القاع بتاع الصينيه ده مع الصوص هيبقى اصلا طعمه لطيف جدا. تمام. وعلى فكره اللي ملوش في اللحوم يا جماعه الحمراء، فممكن بفراخ مفرومه، يعني نفس الفكره بفراخ مفرومه تتعمل، وممكن يكون معاها وايت صوص او ريد صوص زي ما انتم حابين يعني حسب الرغبه بالظبط. تمام. وممكن كمان فراخ وسبانخ، يعني افتكر كنت وصفه كنت عملتها كانت قديمه شويه كده من كام سنه، كنت حاشياها بالفراخ والسبانخ. الحقيقه كانت رائعه جدا يعني، وقيمه غذائيه يعني عاليه فوق ما تتخيلوا. يعني تخيلوا سبانخ مع حاجه تمسك معانا الحشو كمان، موتزاريلا. تحطي موتزاريلا على الوش كده على كل واحده هتسيح بقى، وتمسك لنا الحشو بتاعنا كده. تمام. اوكي، يبقى احنا هنا كده الخرشوف عندنا، الحشو كده. هضيفي الشوربه على الصوص. الشوربه على الصوص كده، نحط كوبايه بس كده عليها. هندخل هنصب بقى من جنب واحد كده عشان ما نوقعش انت مش عايزاه على الوش؟ كده اهو. بعدين هنحط شويه على الوش بس عشان لو كترنا كده هناخد من الجناب كده. اوكي كده طبقنا ده كده جاهز. تمام كده على الفرن على طول. ايوه. طيب وطبق الفراخ كمان معانا جاهز. كده تمام قوي. ريحته حلوه فعلا، تسلم ايدك جدا يا اميره. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي. اخد لون حلو جدا وريحته فعلا رائعه. هنجيب السلطه. اوكي، تعملي القراقيش هنعمل سلطه المقرمشات. مفيش مشكله. اميره هتعملي النهارده مقرمشات سهله وخفيفه. هنعمل قراقيش شيبسي، طبعا كل الاطفال بتحب الحاجات دي. بس مكاننا. طيب ننزل بالمقادير بتاعه القراقيش الشيبسي اللي اميره هتعملها لنا النهارده. انهي واحده؟ اوكي، مقاديرنا ايه يا اميره؟ نص دقيق، نص سمنه، نص زيت، ومعانا رشه بيكنج باودر. البيكنج باودر هنا هناخد منه حبه اهو، ورشه خفيفه جدا نص معلقه، على اساس احنا مش عايزينها تبقى هايشه معانا، عايزينها رقيقه زي الشيبسي. تمام. اول حاجه هننزل بالسمنه والزيت. هننزل بالزيت. يبقى احنا عندنا نص كوبايه زيت ونص كوبايه سمنه، نص كوبايه سمنه، ونص كيلو دقيق، ونص كيلو دقيق، وهنحط رشه بيكنج باودر، رشه بيكنج باودر، وهنحط شويه ملح في قلب العجينه نفسها. اوكي.
هو المفروض الملح والبيكنج باودر قبل ما نحط اي حاجه. تمام، المواد الجافه كلها مع بعض. بس عادي يعني شغال. هنحط أوكي. حاجه بسيطه خالص، نص معلقه بيكنج باودر. تمام. يبقى المقادير اهي معانا: نص كيلو دقيق، نص كوبايه سمنه، نص كوبايه زيت، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعانا ميه طبعا رشه ملح لو احتاجنا ان احنا هنلم بيها حاجه خفيفه خالص. اوكي. هندوب كل ممكن تتعجن بلبن للي حابب. هي ممكن، بس انا ما بحبش في رقيق الشيبسي عشان انا عايزه كل حاجه فيها تبقى مقرمشه. يعني الميه مثلا هتقرمشها اكتر. كده كله تجانس مع بعضه. اوكي. ثواني نلم العجينه بس. نلم بقى العجينه كده اهو. سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين، جداً ومقاديرها اعتقد يعني موجوده جوه كل مطبخ يعني. كل بيت. وكمان الاطفال بقى دي يعني ممكن تقرفك منها، بتطلبها على طول يعني. عشان بتبقى سهله في الاكل، ممكن مع شاي، مع لبن، مع جبنه. ونرش على وشها ملح وكمون، او رشه جبنه رومي مبشوره بيعجبوا بيها أو جدا سمسم جدا، او حبه البركه او أيوة. زعتر. بالظبط. اوكي. الميه بننزل بيها بالتدريج يا جماعه لحد لما العجينه الميه بالذات لما تظبط معانا. ما تظبط معانا. اوكي. يعني احنا كده كده في الاول وفي الاخر حاطين كوبايه ميه جنبنا وما خلصناهاش. تمام. وطبعا اكيد هنعيد لكم مواصفاتنا كلها من الاول علشان اللي ما كانش متابعنا من الاول. بس عايزه ميه تاني. عايزه زيت بس. زيت. حسيتي منين بقى ان هي عايزه زيت يا اميره؟ انا يعني اي عجينه خلاص بقى يعني بفهمها، بعرفها هي ناقصه ايه، ناقصه. لان احنا لو فضلنا نكتر ميه مخرجنا عايز يعرف ليه ضفتي زيت ما ضفتيش مثلا ميه. لا لا، هو لما بتحتاج ميه بتبان، وما بتحتاج زيت بتبان. بالظبط. مخرجنا بيقول لك طب انا عايزه اعرف هي محتاجه زيت منين ومحتاجه ميه منين. هي احساسها يا طماطم. هي ملمس العجينه بيبان، يعني تحط ميه بتحس ان هي بيطريها معاك وبيلمها، بس هي العجينه مش بتزود العرق بتاعها. الميه بتزود العرق بتاع العجينه. بعدين انا عايزه اقول حاجه برضو لاي ست بيت، لان ساعات بتاخد المقدار وتروح تعمله على طول وبيصادفها مشكله. يعني ساعات نوع الدقيق دايما كنا نسمع زمان يقول لك الدقيق نكر السمنه. ففي انواع دقيق بتشرب السمنه او الزيت والمقدار صح جدا، بس ما بيظبطش. فانت تكوني يعني بس العجينه هي عايزه شويه ميه. احط لها بقى بس اما الماء خالص. ده انت اصلا هي طبعا المفروض اي عجينه نسيبها ترتاح شويه طبعا قبل ما نشكلها. بس احنا هنعمل منها ايه قدام حضراتكم كده، واحده او اتنين واحنا مجهزين طبعا. اوكي. يبقى تاني عندنا نص كيلو من الدقيق، عندنا نص كوبايه زيت، نص كوبايه سمنه. اللي حابب يعملها طيب بزيت بس يا اميره ممكن يشيل السمنه. يبقى عندنا نص كوبايه زيت ونص كوبايه سمنه، واللي حابب يعملها بزيت بس بيستبدل كميه السمنه بكميه الزيت. نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه ملح، وعندنا ميه للعجين. بالظبط كده. مقاديرها سهله وبسيطه جدا. بسيطه كده، لمت معايا اهي. اوكي. ما بتلزقش في ايدي ولا في البوله خلاص. المفروض ان هي ترتاح شويه. هي المفروض ترتاح بس طبعا عشان الوقت هنعمل بس واحده كده نوريها اوكي. فرشه بس. لا. بس العجينه عايزه ترتاح شويه. العجينه طالما مش مرتاحه هتلاقوها عماله بتروح معانا. دي طبعا اي حاجه كمان ساعات بتيجي تعملي اي معجنات تحسي كده لازم تسيبيها خالص، بحيث لما تيجي تفرديها تحسيها مش بتمط معاكي. الرخامه اسهل كتير اهي. وانت عايزاها طبعا تكون خفيفه. لا ما انا هخفها تاني. تمام. بعد ما اعمل كده هخفها تاني. اوكي. طبعا على فكره احنا ممكن
بحجم الصينيه كلها وتتحط رقيقه على الصينيه وتبتدي نقطعها تقطعيها بالسكينة. بالاشكال اللي انت عايزاها. بالظبط. بس هي القراقيش دي بيبقى فيها مشكله في التقطيع، ان احنا مش عايزين نعملها يعني يعني في سمك معين، وفي نفس الوقت ما نعملهاش كبيره قوي عشان بتبقى رقيقه ما تكسرش معانا. انا هنا قطعت بالقطاعه طبعا، بديلها اي كوبايه عاديه. تمام. واي حجم انتوا وعملنا بتحبوه يعني. الدايره اللي هي العاديه بتاعتنا دي ونمطها كده. تمام. تاخد شكل بيضاوي معانا. تاخد شكل البيضاوي. اوكي. نديها رشه بيض. حطينا البيض اهو، دهن البيض خفيفه كده. وبنديها شويه ملح. اوكي. وكمون. واي بقى سمسم، كمون، حبه كمون. البركه. بصوا الملح والكمون ده اساسي. عندك حبه بركه ضيفي هتبقى تحفه. بالشكل ده كده. لو ما عندكيش، لو عندك ما عندكيش حلو ملح وكمون، عندك جبنه رومي مبشوره على طول بس استني انا هحطها على الصينيه. اعملي هحطها صينيه بس عشان تكون باينه معاكم. ماشي. باينه كده. ايوه. بصوا انا عايزاها تكون كده، تكون بالشكل ده. هنعمل برضو دهنه بيض. اوكي. دي طبعا هنحط عليها رشه جبنه رومي مبشوره. فالملح هنراعي ان هو نوهم نفسنا ان احنا حطينا ملح. تمام. وهنحط كمون عشان لو حطينا ملح وجبنه رومي هتطلع حادقه، واحنا اصلا حاطين في العجينه. لازم نراعي بنضيف اي ميكسات كده مع بعض في الملح بتاعها عشان كمان الاطفال ولو اي حد كبير كده بالجبنه الرومي اهي. نعمل واحده تاني ملح وكمون بس اهو، يبقى عملنا كله. بتدخل بقى حراره قد ايه في الفرن ووقت قد ايه؟ يعني هي الحاجات دي اول صينيه تاخد ربع ساعه، بعد كده 12 دقيقه 10 دقائق. وعلى فكره النوعيه دي بالذات عايزه متابعه جامد، يعني مش تحطيها بقى زي اي علشان بتاخد لون بسرعه عشان وتبقي قاعده مطمئنه. لا، لازم تتابعيها على اساس انها سهله يعني ممكن تشوفيها بيضه كده من الاخر. من الاخر. ممكن تشوفيها بيضه كده وانت فاتحه الفرن وبعدين تقفلي وتقعدي تسقي 5 دقائق تلاقيها. لكن لو متابعاها هتلاقيها وهي بتبقى اللون الذهبي. هوريها لحضراتكم دلوقتي. بس هي دي بتاخد يعني على 180 زي البسكوتات والحاجات دي 180، ومش هتاخد ربع ساعه اول مره. 12 دقيقه 10 دقائق بقى باستمرار. تمام. انت الصينيه مش مدهونه اي حاجه، انت قصده ده بدهنها زيت خفيف كده وبحطها. اعمل تاني. اوكي. نكملي دي. عندنا فاصل. دي بقى هتعجب الاطفال جدا جدا. يعني هقول لكم في اطفال كده هي سهله، هم حتى بيذاكروا يعني كل حاجه تسالي. انا عندي من الاطفال دي اللي هي مش اي حاجه تعجبها. بس دي بالذات بيطلبوها كل يوم. وبعدين هي يعني ارحم كتير وافيد كتير اكيد وامن كتير من المقرمشات اللي بنجيبها من بره والاطفال بيبقوا مدمنينها. ودي على فكره بتتباع بره برده باسعار غاليه. احنا بنعملها في البيت بتبقى اطعم واحلى وانضف وامن بالشكل ده. زي ما احنا شايفين مع بعض الشكل المقرمشات او الشيبسي. اوكي تمام. اوكي طيب هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع مع بعض نكمل بقيه وصفاتنا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ودخلنا المقرمشات عندنا في الفرن، وهي دي اللي اميره مجهزاها معانا اهي بالشكل ده. شايفين قد ايه هي يعني خفيفه ورقيقه جدا. على فكره المقرمشات دي اعتقد انه لو حد حب يدخل فيها دقيق ذره او دقيق قمح كامل برضو او جنين قمح تنفع جدا اللي هو عايزه. يعني اي حد عايز يضيف اي حاجه ممكن. اوكي اهي بصوا معانا اهو بالشكل ده كده بالجبنه. تمام. ادي اللي عليها الجبنه وادي اللي عليها حبه البركه والكمون اهي. شايفين حتى السمك بتاعها اهو. تمام. طيب اميره محضره لنا كيكه. قولي لنا كيكه ايه؟ هي دي كيكه البسبوسه. هي كيكه جميله وخفيفه. وطبعا احنا في سنه اولى مطبخ بقى اللي لسه بيدخلوا المطبخ دايما بيشتكوا ان الكيكات ما بتنجحش، البسبوسه ما بتنجحش. هي دي مضمونه. هندمج الاثنين مع بعض. ايوه دي مضمونه 100% هتنجح معاكي وهتبقى كويسه وطعمها رائع. تمام. مقاديرنا هتنزل مع بعض دلوقتي على الشاشه. احنا معروف كده في اي كيكه بنضرب البيض الاول. لا احنا المره دي هنضرب السمنه والسكر. طب قولي لنا المقادير الاول. مقاديرها
كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه دقيق سومولينا اللي هو دقيق البسبوسه عادي، كوبايه دقيق عادي، 3 بيضات، 3 زبادي، كوب سكر، 3 علب زبادي صغيرين. وطبعا بنعمل لها شربات، كوبايه سكر على كوبايه ميه، شربات نسقيها بيه بعد ما تطلع يعني. طيب المقادير معانا اهي على الشاشه: 3 علب زبادي صغير، 3 بيض، كوبايه سكر، 3/4 كوبايه سمن، وعندنا كيس بيكنج باودر، عندنا كوبايه دقيق سمولينا، وعندنا كوبايه دقيق عادي. اوكي، وجوز الهند ده اختياري للي حابب، وعندنا فانيليا. طب قولي لي هتضيفي ايه الاول؟ الاول هنضيف السكر. اوكي، زبادي، السكر والزبادي. هنضربهم الاول والسمنه. اوكي، السكر والزبادي والسمنه اللي هي نص كوبايه سمنه بالظبط، 3 علب زبادي، كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه الا ربع، 3 علب زبادي اللي هو الحجم الصغير. عندك 2 كبار مفيش مشكله. تمام. انا بس اشغل الكهرباء. طيب لا، هي الكهرباء مش شغاله. احنا ممكن نعملها يدوي على فكره. طب نضرب سلك ونعملها اللي يريحكم. خلاص هناخد فاصل سريع ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. شغلنا العجان، عندنا هنا السمنه والسكر والزبادي. بتخفقوا مع بعض لمده قد ايه يا اميره؟ يعني مجرد 3 دقائق يندمجوا مع بعض كده ويتجانسوا مع بعض. هما كده اوكي. اوكي، هننزل بقى بالبيض. تمام. ورشه فانيليا. 3 بيض. ايوه 3 بيض، 3 زبادي، ولو كتير 2 بس. اوكي، خلاص. هو احنا كده المفروض ان احنا لو ناقص بس المواد الجافه. اللي هي كوبايه دقيق، كوبايه دقيق سيمولينا وكيس بيكنج باودر كامل. اوكي، مقاديرها سهله اعتقد وبسيطه جدا وهتعجبكم جدا. صينيه قد ايه مقاس؟ هي دي مقاس صينيه 28 اللي هي العاديه. واعتقد اللي حابب يعملها في قوالب كوب كيك عشان الولاد برضه ممكن يعملها، تبقى جميله برضه. طيب هننزل كده بالمقادير الجافه مع بعض. والبيكنج باودر. ايوه. والدقيق السيمولينا او دقيق البسبوسه. كده تمام. هنجهز الصينيه اهي. اعتقد ان هي ممكن كمان تتعمل في الخلاط. انا بعملها على فكره في الخلاط، بتبقى جميله جدا. بس طبعا لما هنعملها في الخلاط مفيش مساحه للدقيق، فبعد ما بنضرب كل ده بنيجي بوله ثانيه فيها دقيق والبيكنج باودر وبنحطها، بننزل بقى باللي ضربناه في الخلاط عليهم. اوكي. طيب ناخد بس السباتيولا كده. اوكي، الشكل ده معانا اهي. تمام. وعندنا المقرمشات في الفرن كمان شغاله. يبقى ممكن صينيه مقاس 28 او قوالب الكب كيك او اي قوالب على فكره عندكم
زي ما تحبوا. زي ما ممكن تعملوها على ممكن مثلا في صينيه ستارت مثلا، بس طبعا تكون مقفوله مش هي قاعده متحركه، فبالتالي تبقى سوفت قوي كده في حجم مقاس الستارت، برده هتبقى معقوله جدا. دي كده اوكي. اوكي كده خلاص تروح الفرن. تمام. حراره كام يا اميره؟ على 180 برضه. اوكي. طبعا احنا مجهزين محتاجاتها. اوكي اوكي. اميره قالت ان هي بتاخد شربات كوبايه سكر لكوبايه ميه، بيتغلوا على النار لمده قد ايه؟ لحد ما يربط، يعني هنحط السكر قد الميه. يعني المقصود بشربات خفيف ولا تقيل؟ لا وسط. هو لو خفيف تبوش، ولو تقيل مش هتوصل لها. أوكي. هو شربات متوسط. طيب دي كده احنا طبعا عملناها، بس قلنا نسقيها شربات معاكم على الهواء. تمام. بس هي بيفضل ان هي الشربات يتسقي على البارد ولا لما تخرج من الفرن وهي سخنه؟ لا، هو الحاجه منهم بارده، يعني الكيكه بتبقى سخنه والشربات بيبقى بارد. تمام. طبعا حابه تزوقيها بجوز الهند باي مكسرات براحتك. اوكي. انا هنا هديها بس. يبقى هنا اميره سقت الكيكه بالسيرب. نحط لها بس كده شويه رمان. اوكي. زي ما انتوا حابين بقى، يعني زي ما انتوا حابين اللي انتوا عايزينه. بالظبط. كله شغال وعلى حسب الرغبه. تمام. دي كده تمام. يبقى دي كده كيكه البسبوسه. نعيدها تاني. كانت عباره عن كوبايه دقيق، كوبايه دقيق سميد، وعندنا كمان معلقه او كيس بيكنج باودر، وفي نص كوبايه سمنه. نص كوبايه سمنه على الكيكه. كوبايه الا ربع سمنه. كوبايه الا ربع. 3 زبادي، 3 بيض، كيس بيكنج باودر، فانيليا، كوبايه دقيق عادي، وكوبايه دقيق سومليه. تمام. طيب نعمل السلطه. نعمل السلطه. مدام هاله ازيك؟ اهلا وسهلا. ازيك يا بسمه؟ مدام هنا. مدام هاله. اهلا بيكي. ازيك يا بسمه؟ ازيك يا حبيبتي؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله نشكر. دايما يا رب بخير. ميرسي خالص. الله يخليك. ازيك انت عامله ايه؟ صحتك ايه؟ تمام والحمد لله. الحمد لله بخير. تحت ان شاء الله أمرك. دايما انت واهلك يا رب. ربنا يخليكي يا رب بدعواتكم. وبسلم على الضيفه الجميله اللي بتعمل حاجات جميله دي. الله يخليك. بسلم ايديها. ميرسي. تسلمي يا حبيبتي. وبسلم على كل كاست البرنامج وعلى كل المشاهدين. تسلمي يا رب. وعاوزه اسال بس الضيفه لما عملت الخرشوف، احنا بنحشيه وهو ني، ينفع يتعشى وهو ني ولا لازم يتسلق الاول؟ لا، هو يفضل حضرتك ان هو يتسلق الاول في شويه مرقه كده، لان حضرتك عارفه الحاجات دي بتبقى طعمها يعني ايه، مش يعني مش ميزز شويه، او مش حاجات. فاحنا لما بنسلقه يعني ينفع ايه؟ ينفع. انا سلقت ده حضرتك كده 3-4 دقايق لانه مجمد. طبعا كمان لو اللي هو الفريش لازم تسلقيه، لان هو برده بياخد وقت. طيب ماشي، متشكره جدا. تحت امرك. ميرسي لذوقك. هو ينفع طبعا، بس هو كان قصد اميره من الخطوه دي ان هي بتطعم الخرشوف نفسه، فاللي حابب طبعا يعمل الخطوه دي اكيد هتكون اطعم اكتر. طيب اميره محضره لنا سلطه خفيفه. ايوه. عباره عن ايه؟ يلا. هي سلطه خضروات برمان. اوكي. انا شايفه عندنا طماطم وجبنه وخيار وفلفل، وكان عندنا جرجير. ده اول حاجات اهو. والحقيقه السلطات من الحاجات اللي بتكون مهمه جدا جدا كمان، سواء للكبار للصغيرين للاطفال في الدراسه اللي بيعملوا دايت، من الحاجات المهمه جدا عشان الحديد والكالسيوم والمعادن والفيتامينات اللي فيها والالياف كمان. احنا هنعمل الاول السلطه الدريسنج بتاعها الاول. اوكي. هنحط شويه دبس رمان. دبس رمان ده اللي هو بيبقى يعتبر عسل الرمان، خلاصه الرمان. وهننزل بليمون. اوكي. وهننزل بخل. تمام. هننزل بملح. يبقى احنا دلوقتي بنعمل الدريسنج بتاع السلطه. اميره حاطت دبس رمان وليمون وخل وملح وفلفل اسمر، وهنحط شويه سماع طبعا بيدوا طعم حلو جدا ليها. هننزل بايه تاني؟ هننزل بفص ثوم صغير خالص كده. بقت جاهزه معانا اهي. اوكي. الدريسنج بتاعها، وعايزين نحط شويه زيت زيتون برضو. اوكي. اي زيت نباتي للمتاح عنده. لو ما فيش زيت زيتون زيت عادي. اوكي كده. طبعا احنا هنا الاول قطعنا الجرجير زي ما هو كده. مستحب ان هو ما يكونش قطع صغيره،
وهنا خلطنا فلفل الوان بخيار بجبنه براميلي، وممكن اي نوع جبنه بس تكون ملحها خفيف، وجبنه الطماطم. يعني بنحاول نعمل اشكال كده تلفت نظر الاطفال. وطالما يعني كده كده السلطه هيكون فيها طماطم وخيار كل وفلفل، حاجه فليه ما نقدمهاش بشكل وبعدين مختلف؟ كمان لو عندك ضيوف جايه بيبقى سفرتك مختلفه وشيك، ولو ما فيش ضيوف تبقي عامله حاجه انا جديده بقول لازم للضيف. طبعا دايما ندلع نفسنا حتى لو أيوة ما فيش ضيوف. العين طيب بتاكل قبل اميره، انت هنا فرقتي الطماطم من النص، نصها كده من أوكي. النص بالشكل ده، وده خليط من الجبنه البراميلي والطماطم والخيار والفلفل الالوان وبنحشيه. طيب ناخد اتصال مدام الهام، ازيك؟ مساء البسمه والهنا والامل اللي فيك بسمه. ازيك يا ست الكل، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، وعام جديد سعيد عليك وعلينا وعلى كل علينا المشاهدين كلنا يا يا رب، حبيبه قلبي. ربنا يخليكي يا استاذه بسمه، وتملي منوره وجايبه لنا البسمه الجميله معاكي وضيوفك الجمال المحترمين اللي تسلمي يا زيك يا حبيبتي يا رب. تيل ذوقك. بصراحه انت منوره الدنيا يا استاذه اميره مع استاذه بسمه، وتسلم وصفاتك الجميله وسهله جدا وخفيفه جدا وشيك جدا جدا في نفس الوقت يا حبيبتي. ربنا ما يحرمنا منك ابدا ولا من ضيوفك الجمال اللي بتجيبوهم لنا يا استاذه بسمه يا حبيبتي. تسلمي لي يا رب. تحياتي ليكم ولكل المشاهدين حبايبي. تسلمي لي يا ست الكل، ذوقك. مع السلامه حبيبتي. بشكرك يا مدام الهام، ميرسي جدا لاتصالك. طبعا احنا الدريسنج جاهز عندنا، بما اننا حطينا دبس رمان يبقى برضو هنزوق بالرمان. تمام. شوفي الالوان بتاعتنا بقى وجمالها يا بسمه كده. هي كمان الوان وتقديم وقيمه غذائيه عاليه جدا. الرمان من الحاجات اللي فيها مضادات اكسده عاليه جدا جدا جدا. نحط كام واحده كده هنا. تمام. انا هشوف خلاص كده. طبعا الدريسنج هنحطه بقى كده. الدريسنج تاني هفكركم كان عندنا عباره عن دبس رمان وليمون وخل، ملح وفلفل. حطيتي ايه تاني؟ وسماق. حطينا سماق، ملح، معلقه زيت، معلقه زيت. نسينا نحط مستردة. اوكي كده تمام. طبعا هنحط كده. وطبعا اللي حابب زياده بيبقى الطبق موجود بتاع الدريسنج بيزود قدامه. تمام بالشكل ده. هايل جدا طبعا. وفعلا الحاجه كل ما كانت القطعه بتاعتها كبيره كل ما كانت فايدتها اقوى. ان هو بيفضل دايما ان احنا لو نقدر نقطع الحاجات بايدينا. طبعا في حاجات ينفع تتقطع بالايد اللي هي زي الخضروات الورقيه بيكون افضل. ده انا قطعته 3 شرايح كده. اولا بيبقى سهل كده بيسحبوه، ثانيا حاجه شيك وملفته للاطفال وللكبار وكله. يعني كفايه بقى الواحد يروح ماسك واحده من دي كده على حته جرجير خلصت. حته عيش بقى كمان بالمره. طيب قولي لنا يا اميره، اول طبق فراخ كده اشرحيه كده بالراحه علشان ما كانش متابعنا. من اول حاجه الفراخ المكسيكي. كيلو صدور او نص كيلو زي ما تحبي. كيلو صدور، بصلتين كبار شرايح، فلفل الوان، معلقتين صلصه، توم، جبنه موتزاريلا. اوكي كده اوكي. وادي طاجن الخرشوف قبل ما حلقتنا تخلص. ايوه نجيب الرز اللي انا عاملاه له. ريحته طبعا رائعه جدا، تسلم ايدك. ميرسي يا بسمه. ده يعني حاجه من بعد ربع جزء عمايلك الجميله. ربنا يخليكي. دي عندنا اهي، بصوا المقرمشات اهي طبعا لسه طبعا عايزه تاخد لون تاني. اميره ما دهنتش على فكره الصينيه قبل ما تدخل الفرن، وهي اهي معانا. بصوا يعني سهله وسلسه جدا، ما بتلزقش في الصينيه اهي معانا، شايفينها؟ بس طبعا هي عايزه كانت تاخد لون طبعا عشان هي لسه ما لحقتش. بس انا حبيت اوريها لكم برده نفس السمك اللي اميره مجهزاه هنا معانا اهو بالشكل ده. بس طبعا لسه محتاجه ان هي تاخد لون تاني ذهبي. بصوا ما خدتش وقت على فكره ازاي عشان ما تخونش حد واي حد يقول بتاخد وقت. لا هي كده كان فاضل لها دقيقتين تاخد وش وخلاص. اوكي نضرب بس طبقنا كفايه خلاص. نحط شويه صوص بس كده في النص. طيب هنا اميره قدمت الخرشوف بتاعها اهو مع رز زي ما انتوا حابين بقى، رز كاري، رز ابيض، رز بشعريه، زي ما تحبوا. زي ما انتوا عايزين. احنا عاملين طبق رز كاري اللي انتوا حابينه. تمام. تسلم ايدك طبعا يا اميره. ميرسي يا بسمه. ميرسي يا حبيبتي، انا سعيده جدا اني مع حضرتك النهارده. ربنا يخليكي.
وصفات اميره النهارده كانت سهله وسريعه، واعتقد لاي حد الناس الموظفه او بتشتغل، الولاد جايين من المدرسه، اعتقد ان هم يلحقوا يعملوا الحاجات دي بكل سهوله. المقرمشات دي ممكن تعملوا منها كميه وتحفظوها طبعا عندكم في المطبخ في علبه، هتنفعكم جدا. طبق الفراخ ممكن تحضروه ويكون في الفريزر، او هو اصلا لو مش بيتحضر في الفريزر فما بياخدش طبعا وقت. طبق السلطه الجميل والوانه طبعا قيمته الغذائيه العاليه جدا، من الحاجات الحقيقه الهايله جدا، وتشجع كمان الاطفال على فكره على اكلها. والكيكه بقى اللي هي ميكس ما بين الكيكه والبسبوسه، زي ما اميره قالت ناس كتيره بتشتكي من الكيك او من البسبوسه، فهي عملتها النهارده ميكس مع بعض. طبق الخرشوف طبعا تسلم ايدك يا اميره، وقلنا ان هو ممكن يكون بفراخ وسبانخ او بفراخ بس، او ممكن خضار بس، فلفل وبسله وجزر. تسلم ايدك طبعا يا اميره. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ودايما شاطره في المطبخ ودايما موفقه يا رب. خليكي. انا عايزه اقول بس حاجه للجمهور بسمه، انا كنت بحبها قوي قوي قبل البرنامج، بعد البرنامج بقول لها قدام جمهورها انا بموت فيكي اكتر. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ليا الشرف طبعا. ذوق جدا جدا واخلاق عاليه، وربنا يكرمها ويزيدها نجاح اكتر واكتر. ربنا يخليكي، ده من ذوقك طبعا، من ذوقك يا اميره. طبعا نورتينا، واي حد بيشرفنا هنا طبعا بينورنا وفوق دماغنا. واي حد حابب يتواصل معانا على البيج على صحي ومفيد مع بسمه السباعي، يبعت لنا بس صور لاطباقه، واحنا بنظبط مع اداره القناه، وطبعا بنحدد ميعاد وبيشرفونا. طبعا يهمنا جدا ان احنا نفيد طبعا كل الناس على قد ما نقدر. اشوفكم ان شاء الله بكره وبعده في حلقه جديده ووصفات جديده وسهله وسريعه.